مع موسم جديد، مع عهد جديد حتى على مستوى البلد بشكل عام. شايف الكرة المصرية، نادي الزمالك، منتخب مصر في 2012 شهر 7 في مباراة يوم السبت القادم مع لأول مرة في بطولة أفريقيا مع نادي الزمالك مع تشيلسي. شايف المباراة ازاي؟ شايف بطولة الدوري هتتعمل ازاي؟ شايف الرياضة بشكل عام بعد الأحداث الأخيرة ووجود رئيس جمهورية جديد، الكرة المصرية إلى أحسن أم هي تبقى لسه مش من الأولويات؟ شايفها ازاي يا أحمد؟ لا، هو طبعا يمكن في الوقت الحالي الكوره هتعاني شويه، يعني او الرياضه بشكل عام هتعاني شويه، لان طبعا احنا يمكن على قد ما كنا بدانا نوصل ان احنا يبقى في جزء من الاحترافيه بسيط طبعا عندنا، طبعا مش بالشكل اللي احنا بنشوفه طبعا في الدول الاوروبيه او الدول المتقدمه وكده، ولكن احنا هنعاني لان احنا بدانا نرجع كتير. بدات الرياضه ما تبقاش في الاولويات في الوقت الحالي، والدليل على كده اهمال، يعني اهمال المنتخب، اهمال الانديه. النهارده انك انت كل نادي النهارده ما لا قادر يبدا فتره اعداد كويسه، ولا انت عندك اي تصور للفتره اللي جايه ايه اللي هيكون موجود، يعني ودي مشكله هتواجه مش بس الانديه الكبيره، لا الانديه الكبيره والانديه الصغيره والدرجه الثانيه والدرجه الثالثه، كل طبعا لان الرياضه هي منظومه كامله متكامله. يعني نتمنى ان شاء الله باذن الله مع وجود طبعا، يعني انت قلقان من مستقبل الكره المصريه بشكل عام في الوقت هو في هيبقى فيه المستقبل؟ هيبقى فيه مشاكل طبعا، هيبقى فيه مشاكل لان احنا بعدنا اتاخرنا فتره طويله قوي. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان الفتره دي تنتهي سريعا، ولكن لو بالشكل اللي احنا شايفينه برضه ما الامور مش تتوقع ممكن في ناس تقول لك ممكن بدايه البطوله افريقيا ما يبقاش فيها مباراه بجمهور، لكن مثلا على الدور الثاني ممكن يبقى فيها جمهور. تتوقع ممكن اي مباراه للزمالك او الاهلي في مصر يبقى ليها جمهور، ولا صعب جدا في الوقت الحاضر؟ والله انا ما هو هي دي المشكله، انك انت مش قادر تعرف اذا كان المباراه هتلعب بجمهور من غير جمهور. يعني انت يعني تخيلك في الفتره الجايه؟ تخيلي ان خلاص، يعني احنا دلوقتي المفروض بقى عندنا رئيس جمهوريه، المفروض ان خلاص الفتره الجايه ان يكون في حكومه اتشكلت، ان يكون خلاص احنا لازم يكون في استقرار، لازم الامور تعود تاني لنصابها، والامور تعود تاني لطبيعتها، ان خلاص الرياضه تكون موجوده وتكون موجوده بجماهير. بس اهم شيء ان كل واحد عليه مسؤوليه، لازم يساند ويساعد. ما ينفعش احنا النهارده بقى عندنا رئيس جمهوريه وبقى عندنا حكومه وبقى عندنا خلاص استقرار وكده